أنا نجاح الغسو إدارية مؤتمر ستار التربسبية. مشان الحرائق اللي صارت هون عندنا بالجزيرة، هل الحرائق هاي كلها كانت اتفاقات كلها من داعش من الدولة التركية، كان كله على داعش إنهم يجوا يحرقوا محصول العالم وأضرار العالم. في بيوت كمان تضررت، في عالم احترقت، في عالم فقيرة يعني أراضيها كلياتها احترقت. يعني وصلوا لمرحلة إنه يعني ما عاد في عالم ما تقدر تعيش كمان. مو كل العالم موظفين، العالم عايش على هالمحصول. يعني تضرروا كتير، محصول حرقوا شيء أكثر من 8000 دونم أو أكثر كمان. يعني هاي على عرفنا نحن من غير اللي يعني في كتير وقفوا عليه. في آليات احترقوا، في عالم احترقت. يعني نحن نطلب هالشيء من الدول، نطلب من الأمم المتحدة، نطلب من الدولة الاجتماعية لتساعد هذه العالم الفقيرة، تساعد العالم اللي احترقت أراضيها. في حتى حيوانات كمان احترقوا، وبيوت وأطفال ونساء يعني كانوا يجوا على محصولهم واحترقوا. يعني هن عايشين على هالشيء، مجبورين يجوا يطفوا النار واحترقت العالم. بدنا مساعدة من الأمم المتحدة والدول الاجتماعية لهاي العالم، وهاي طلبنا إن شاء الله. يعني هالاتفاقية اللي كانت كلها دعم تركيا لداعش، خلوا لحتى يصير وقت الحصاد أول مرة كان في حريق، وثاني مرة كنا نقول بلكي من حرارة الشمس أو شيء، بس هالشي صار يعني 8000 دونم. هاي شيء مو قليل، كان يعني يومي بنفس الوقت الساعة 11 يصير الحريق. يعني كذا مرة يعني شافوا كتير شغلات، أقراص سيدي، شافوا أكياس غاز، شافوا عم يطيروا حمام ويربطون أجره كمان من غيط لغيط، عم يشغلوا فيها النار وتشتغل. يعني هاي بين إنه كله هاي من ورا داعش مشان يخربوا كل شيء محصول بشرق شمال سوريا. يعني ضربة للعالم، يوصلوا العالم لمرحلة الفقر أو يخربوا بيوت العالم. يعني مبين إنه داعش جاي للتخريب والحرب. بس رغم هالشي هاي العالم توقف على هيك، ونحن نوقف بوجه داعش، بس نطلب المساعدة من الأمم المتحدة. أنا نوفل عزة من مكتب مسدة في التربسبية. نناشد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إنه تعويض لهذا الشعب اللي دمر بأسباب الأمطار والحرائق. يعني تخربت بيوتهم بالشتاء، منازلهم دمرت، شبه تدمرت، وبالموسم احترقت مواسمهم. إنه يساعدونهم، يعني يقدموا لهم مساعدات، يعوضونهم تعويضات بسبب موسمهم اللي احترق. يعني خسروا كثير، يعني هالشعب هذا ما عاد تحمل من الشتاء، خربت بيوتهم بالصيف، الموسم على ما جهزوا حالهم، يعني احترق موسمهم وراحوا. يعني لا حول ولا قوة. ناشد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إنه يعوضون هذا الشعب اللي تدمر. يعني كل هذا من النفوس الضعيفة، إنه يريدون ينولون من إرادة هذا الشعب العظيم. ما لا يقدروا ينولوا من إرادة الشعب. شعبنا واعي وقوي، أقوى من هيك إن شاء الله. ما ينالوا من إرادتنا، ويريدون يعني يحاربونا بلقمة عيشنا. ما إن شاء الله ما يطلع لهم هالشيء هذا. مشروعنا ناجح بإذن الله، وإرادتنا قوية، هزمناهم عسكريا وسياسيا. قوة يبكة واليبجة وقواتنا سوريا الديمقراطية إن شاء الله. مشروعنا سينجح ونقبل سوريا جديدة لا مركزية إن شاء الله. برجع وأقول يعني أرجو من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إنه يخلوا هالشعب بعين الاعتبار، يدمر يعني مساعدات، أي شيء يعني